هما 30 يوم بس اللي محتاجهم عشان تغير حياتك. في الفيديو ده هشارك معاك 6 خطوات من حكم تجربتي، اوعدك لو نفذتهم ومشيت عليهم هيخلوك بني ادم تاني خالص، بني ادم حاطط رجليه على اول طريق النجاح، بني ادم مش مشتت وعارف هو عايز يوصل لايه وعارف يوصل له ازاي. اول خطوة، رتب حياتك. طول ما انت عايش في فوضى عقلية وبيئية، رؤيتك لأي حاجة في حياتك هتبقى ضبابية، تركيزك هيتلاشى، مشاكلك هتبان أكبر من حجمها الحقيقي، وهتدخل في دوامة هتفضل تشدك للقاع. وأفضل طريقة عشان تفرض النظام في حياتك إنك تبدأ تقسمها لخانات: خانة الأهداف المالية، خانة النمو المهني، خانة الصحة، خانة الأهل، خانة الروح، وخانة العقل. محتاج تركز على أهداف واضحة تحت كل خانة من دول، أهداف قريبة المدى تقدر تنفذها في الأيام الجاية، وأهداف بعيدة المدى دي الصورة الكبيرة، ده الهدف اللي كل حاجة بتعملها بتقربك خطوة ليه. أهدافك قريبة المدى الخانة المالية مثلا ممكن تكون إنك تعمل $100 زيادة في الشهر، أو إنك تحط $10 شهريا في حساب استثمار للأسهم. والهدف الكبير ليها ممكن يكون حرية مالية بعد 5 سنين. أهدافك قريبة المدى لخانة النمو المهني ممكن تكون إنك تظبط السي في بتاعك عشان يبقى احترافي، أو إنك تخلص كورس معين على اليوتيوب. أما الهدف بعيد المدى ممكن يكون إنك تكون مدير في شركة كبيرة أو حتى صاحب شركة. أهدافك قريبة المدى لخانة الصحة ممكن تكون إنك تمشي يوميا 15 دقيقة، أو تروح الجيم ولو مرة في الأسبوع. والهدف بعيد المدى هنا ممكن يكون إنك توصل للوزن أو الجسم اللي أنت عايزه. أهدافك قريبة المدى لخانة العقل ممكن تكون إنك تقرأ صفحة من كتاب في اليوم. وهدفك الكبير هنا إنك تكون خبير في مجال معين. لازم تقسم أهدافك الكبيرة لأهداف صغيرة، لدرجة إن أي حد مهما كان ظروفه، مهما كانت إمكانياته، مهما كان موقعه في الحياة، يقدر ينفذها. ومع الوقت الأهداف البسيطة دي بتفضل تتراكم وتوصلك لهدف الكبير. كل حاجة هتعملها في حياتك من اللحظة دي لازم تكون بتنتمي لواحدة من الخانات اللي حددتها، وأي خطوة بتاخدها لازم تخدم هدفك الكبير. تاني خطوة، ابدأ. بناء على الأهداف الصغيرة اللي انت حطيتها، ايه هي الخطوة اللي محتاجها فورا عشان تبدأ؟ عشان تعمل $100 في الشهر مثلا محتاج تبيع خدمة، هات ورقة وقلم واكتب خدمتك وابعتها للناس. عشان تستثمر $10 في حساب أسهم محتاج تفتح حساب فورا عند بروكر، ادخل اعمل بحث مباشرة على البروكرز اللي موجودين. عشان تظبط السي في بتاعك محتاج تدخل تعمل بحث عن أفضل الممارسات لما تكتب سي في، وبعدين تبتدي تشتغل على جزء فيه. لو عايز تبدأ تصنع محتوى، هات تليفونك واعمل أول فيديو ليك بدون تفكير وبدون مماطلة. ابدأ مباشرة، لأنك هتحس بعدها بسلام داخلي إنك بدأت، وده كل اللي أنت محتاجه في المرحلة دي. أنت مش هتلاقي دلوقتي حد يقولك يلا نشتغل سوا بكرة، ولا المحتوى بتاعك هيطلع فايرال في يوم وليلة. لكن كل اللي أنت محتاجه هو إنك تحط نفسك في موقع التنفيذ وليس دوامة التخطيط. ولما تيجي تحدد الخطوات اللي محتاج تاخدها، دور على الخطوة اللي هتعمل لك تأثير كبير. لو سمعت عن تأثير الدومينو، كارت دومينو واحد فقط ممكن يحرك وراه آلاف الكروت. انت عايز تدور على الخطوة اللي بمجرد ما تاخدها كل حاجة بعد كده هتبقى سهلة وانسيابية، والخطوة دي دايما بتكون هي خطوة البداية. تالت خطوة، استخدم القلم كمحفز. لو سألتني ايه اكتر حاجة ممكن تحفزك وتخليك عايز تبقى احسن، هقولك هو الألم اللي بتمر بيه في الحياة، الامور اللي مش عاجباك، الوضع اللي مش ماشي مع احلامك، الناس الغريبة اللي بتقابلها كل يوم. استخدم كل ده كشرارة وحافز لتحقيق أهدافك. اقعد اكتب كل الحاجات اللي مضايقاك، سواء كان مديرك في الشغل، صحابك، ظروفك المالية، وارجع لها كل مرة عايز تحفيز. رابع خطوة، اكتب قيمك في الحياة. البداية اللي انت خدتها محتاجة قوة داخلية توجهها وترشدها. ايه هي القيم اللي هتحدد طريقك وتبقى بوصلتك في الحياة؟ ايه هي القيم اللي هتستخدمها عشان تقيم اي قرار واي اختيار بتاخده في الحياة؟ مثلا واحدة من القيم اللي محددها لنفسي هي المسؤولية، إن أكون المسؤول الأول والأخير عن أفعالي ونتائجها من غير ما ألوم حد. لو واجهت أي فشل في الحياة بتحمل مسؤوليته. عندي برضو قيمة النزاهة، إن أي حاجة أعملها في حياتي لازم أعملها بنزاهة وأمانة، وده بينطبق على تعاملي مع نفسي وتعاملي مع الآخرين مهما كان. عندي برضو قيمة المثابرة، إني ما استسلمش لمجرد إن حاجة ما اشتغلتش، وإني أجرب مرة واتنين وتلاتة. إيه هي القيم بتاعتك؟ ما تحطهاش في راسك، طلع ورقة وقلم وحددهم وراجعهم دايما وخليهم بوصلتك في الحياة. خامس خطوة، حط سيستم لنفسك. الكاتب مايكل جيربر قال لك systems permit ordinary people to achieve extraordinary results. النظام هو اللي بيخلي الأشخاص العاديين يوصلوا لنتائج غير عادية. كل حاجة في حياتك لازم يبقى ليها نظام وإطار تنفيذي متكرر يكسر مقاومة النفس للعمل والإنتاجية. أنا عندي نظام لكل حاجة بعملها. عشان أكتب فيديو يوتيوب
بقعد ساعة أجيب أفكار كتيرة، وبعدين ربع ساعة أفلتر فيها الأفكار دي وأقرر أنهي فكرة هكتبها، وبعدين ربع ساعة بحط النقط اللي هتكلم عنها، وبعدين 3 ساعات بكتب فيهم السكريبت، وبعدين ساعة بسجله، وبعدين ساعة بعمل له مونتاج. عندي نظام كمان لما أقرأ، عندي خانات لكل حاجة بقراها، ولما بقرا مقولة عجبتني بحطها في الخانة بتاعتها وبرجع لها لما احتاجها. عندي نظام وإطار في التسويق اللي بعمله في شغلي، وإطار لكل استراتيجية بعملها، وإطار لعمل البرزنتيشن. غالبا كل حاجة بعملها بحولها لإطار عشان أقدر أنفذها بسرعة. دور على الحاجات اللي بتاخد منك وقت وبتخليك متردد أو كسلان، وحط لها نظام ثابت يتكرر يوم بعد التاني. سادس خطوة، التزم. الالتزام هو انك تعمل الحاجة باستمرار بغض النظر عن المكافأة اللي هتجيلك من وراها. انا بكتب محتوى يوميا وبسجل يوتيوب وانا مش عارف اذا كان الفيديو هيتشاف ولا لا، وما عنديش اي مشكلة مع ده. بالنسبة لي الاهم ان احط نفسي في روتين والتزام يساعدني على المدى البعيد. فايا كانت الاهداف والخطوات اللي حددتها لازم يوميا تاخد خطوة تنفيذية تجاهها. تعال بقى نلخص الخطوات دي. اول حاجة هتحط خانات لامور حياتك وتحدد اهداف كبيرة وصغيرة تحت كل خانة. تاني خطوة هتحدد ايه هي الخطوة الفورية اللي محتاج تاخدها دلوقتي عشان تبدأ تتقدم. تالت خطوة هتحول اي ألم لحافز. ورابع خطوة هتحدد قيمك وبوصلتك في الحياة. وخامس خطوة هتحط سيستم لكل شيء بتنفذه عشان تبقى قادر على التكرار بدون مقاومة النفس. واخيرا التزم يوميا بدون ما تدور على نتيجة. قولي في التعليقات ايه هي اول خطوة هتاخدها وخليها التزام علني. ولو استفدت ما تنساش تعمل لي كومنت واشترك في القناة، والسلام عليكم.